لو انت من الناس اللي بتخاف انها تاكل سبانخ في الدايت خوفا من ان يحصل لها مشاكل في الكلى، فانت محتاج تكمل معايا الفيديو ده لحد الاخر. سبق وعملت عليها فيديو قبل كده وجالي تعليق من النوع دوت ان انا كل ما اطبخها بشكل قليل جدا ده هيقلل من مركب الاكسالات، والحقيقه ان التعليق ده عجبني جدا. ببساطه خالص خليني اقول لك ان السبانخ فيها فيتامين كي ومعادن زي الكالسيوم والحديد، ده غير كمان ان فيها نسبه عاليه جدا من مركب الاكسالات، فكل 100 جرام منها بيديك 970 مللي جرام، في حين ان نفس ال 100 جرام بتوع السبانخ دول لو اتطبخوا بيوصل معاه لحد 460. وخليني اعرفك ان فعلا نسبه الاكسالات لو زادت فعلا في الجسم بتعمل حصوات في الكلى ومشاكل فيها. ومن ضمن كمان الاعراض اللي بتحصل لما المركب ده بيزيد بيحصل لك دوخه، دايما مزاجك بتلاقيه متغير، بتلاقي ان في الم عند التبول، دايما بتحس ان في الم في ظهرك وفي جنبك. فعشان تتفادى من زياده المركب دوت في جسمك، وبالذات لو انت واحد مريض بالكلى، حاول دايما انك تطبخ السبانخ، فهيكون ده احسن حل ليك. الحاجه التانيه برضو انك تحاول ما تزودش قوي في فيتامين سي، لان للاسف فيتامين سي لما بيزيد بيزود من حاجه اسمها الاوكساليك اسيد، وده بيعمل مشاكل كبيره جدا وبيزود من الموضوع دوت. اهتم دايما بمعدن الكالسيوم، لان المعدن دوت بيقلل من امتصاص وزياده المركب دوت في تيار الدم بتاعك. اهتم دايما بشرب الميه علشان المركب دوت ما تزيدش نسبته في الجسم، غير كمان ان الميه بتقلل من تكوين الحصوات في الكلى. فانت من هنا هتسال لنفسك سؤال مهم بقى، طب انا اخد قد ايه من السبانخ دي؟ فانت من هنا هتسال لنفسك سؤال مهم قوي، طب ايه الجرعه المهمه للمركب ده علشان ما تزيدش؟ لو انت حد مريض بالكلى هيكون من 40 مللي جرام لحد 50، ده هيكون كويس جدا ليك. في حين انك لو انت شخص عادي وما عندهوش اي مشاكل صحيه هيكون من 200 مللي جرام او 150 ومعاك لحد 300. فانت اللي بايدك الاختيار ان ما تخليش السبانخ دي تزود من المركب دوت او تعمل له اي مشاكل، لان ربنا عمره ما بيخلق لنا اي مصدر اكل مضر لينا. دي كانت كل حاجه في الفيديو واتمنى يكون عجبكم.